السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا طلاب اولى اعدادي؟ النهاردة باذن الله هنكمل يونيتي 1 الوحدة الاولى. اللي اتفرج على الفيديو الاول هيعرف اسم الوحدة كان ايه. كان اسمها chez la famille فرج، عند عائلة فرج. والنهاردة هنكمل الوحدة، بس قبل ما نبدأ شرح، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك للقناة، ولو عندك اي سؤال او في اي حاجة مش فاهمها اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك باذن الله. ولو حابب تنضم معانا في جروبات الاونلاين هسيب لك رقم الواتساب في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة النهاردة معانا وهي حاجة اسمها les articles définis. les articles définis يعني ايه les articles définis؟ ادوات المعرفة. عايزك كده وانت معايا تقول اسمها les articles définis. les articles définis ادوات المعرفة. يعني ايه ادوات المعرفة بالعربي كده؟ اداة معرفة يعني الكلمة فيها الف ولام. في الانجليش ذا، لما بتحط الكلمة قبلها ذا يبقى دي كده كلمة معرفة فيها الف ولام. احنا بقى عندنا برضو ادوات معرفة، ولكن مش واحدة بس، احنا عندنا 4. ليه؟ لان احنا في الفيديو الاول قلنا ان احنا في الكلمات بتتقسم عندنا في كلمات مؤنثة وفي كلمات مذكرة، فلازم نفرق ما بين الاتنين، وكانت متقسمة في جداول. تمام جدا. ايه بقى اول واحدة معانا؟ هي اللو. يعني ايه؟ دي بتاعت الاسم المفرد المذكر، يبقى تسبق اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن، لازم يكون مبدوء بساكن. زي كلمة لو بير. لو بير يعني ايه؟ لو بير الاب. لو بير. زي لو فرير الاخ. اي كلمة مذكرة نحط لها لو انا عايزة تحط لها الف ولام. تمام. تاني واحدة وهي إلا. إلا أداة معرفة تسبق اسم مفرد مؤنث برضو مبدوء بساكن. تمام كده. زي ايه؟ زي لا مير الأم. الأم أكيد مؤنثة فحط لها لا. زي سور يعني أخت مؤنثة يبقى حط لها برضو لا. تمام جدا. اللي بعدها تالت أداة معرفة وهي الآل أبوستروف. الآل أبوستروف دي بتسبق الاسم المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث، ولكن لازم يكون مبدوء بمتحرك أو أش صامتة. الأش الصامتة هتكون في فيديو التمهيدي بإذن الله في الحروف، وهعرفك ايه الحروف المتحركة وايه الحروف الساكنة. الأش ساعات بتيجي ساكن وساعات بتيجي متحرك. تمام قوي. يبقى احنا آل أبوستروف دي لما تكون مبدوءة بحرف متحرك ولازم تكون مفرد، ما ينفعش تبقى جمع. زي لونكل، انكل يعني عم. زي لور الساعة. واخر اداة معرفة وهي اللي. طالما حاجة فيها اس خلي كده عندك ايه مبدأ، لو في حاجة فيها اس هي اكيد بتاعت الجمع. دي تسبق الاسم الجمع بنوعيه. زي لي كوزان. لي كوزان ابناء اعمامي. لي كوزين بنات اعمامي او بنات خالي، بنات عمي او بنات خالي، تنفع الاتنين. تمام كده يا جماعه. دي ادوات المعرفه لو لا ال ابستروف لي. لو لا ال ابستروف لي. تمام. لازم يتحفظوا، لازم تفرق ما بين المذكر المؤنث والمبدوء المتحرك والجمع. تمام كده يا جماعه. نيجي بقى للجزئيه اللي بعدها. وافراد الاسره قلناهم مع بعض قبل كده واحنا بنقول في الفيديو الاول الكلمات. تعالي بقى نقراهم كده تاني. بتقول ايه البنوته دي؟ بتقول لنا سي ما فامي، انها عائلة. البنت دي اسمها ايه؟ اسمها ليا. اللي جنبها لو فرير. لو فرير الاخ. لا سور الاخت. تمام كده. نطلع لفوق لو بير الاب، ده باباها. ودي لا مير الام. شايفين ادوات المعرفة؟ اللو بتسبق المذكر، اللا تسبق المؤنث، هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام. نشوف اللي بعد. هنطلع لفوق في لو جراند بير الجد، ولا جراند مير. لونكل العم. لا طونت العمة او الخالة، وانكل برضو العمة او الخال. واللي بعده لا كوزين واللو كوزان، ولاد عمهم ولاد عمتهم ايا كان، او بنات عمهم وبنات عمتهم. تمام كده يا جماعة. دي كده افراد العائلة. قالك اهو كلمة انكل يمكن ان تطلق على زوج العم او زوج الخال، ودي قلناها في الفيديو الاولاني. وطنط نفس الكلام على زوجة العم او زوجة الخال. الجزئية اللي هنا للسؤال عن هوية شخص. في عندنا السؤال ده كيس قلناها واحنا بنقول الكلمات، كانت موجودة في اخر جدول. لما تكون عايز تسأل عن شخص هتقول ايه؟ كيس. كيس من هذا؟
فرد عليه بالتعبير سي، إنه أو إنها. إنها دينا لا سور دو جمال، أخت جمال. تمام كده يا جماعة. عايزين بقى نحل على أدوات المعرفة. عندنا قلنا ايه، لو واللا والال أبستغاف واللي. هو عايزك تحطوا ايه كل واحدة فيهم. تعالوا بينا نحل التمرين ده. أول سؤال، لو فغير آخرها اس، يعني اخوات ولاد، يبقى لي. تمام جدا. اللي بعدها رقم 2، جارسون. جارسون يا ميس انا لما جيت حفظتها في الكلمات كانت كلمة مذكرة، كان معناها ولد. طالما ولد يبقى اللو بتاعت المذكر. طب رقم 3، ادغاس. ميس انتي قلت لنا المرة اللي فاتت في الفيديو الاول ان لما بتكون في كلمة اخرها حرفين زي بعض، اس اس او ال او تي تي او، بتكون كلمة مؤنثة دايما، صح؟ يعني المفروض احط لات. غلط. ازاي يا ميس مش قلتي مؤنثة؟ ماشي بس مبدوءة بمتحرك، يبقى احط لها ال ابوستغاف. ركز في الحتة دي عشان بتوقع ناس كتير. ال ابوستغاف. رقم 4، فامي مس ده اخرها 2 زي بعض واخرها او، تبقى كلمة مؤنثة، ومفرد يبقى لا فامي، العائلة. رقم 5، جراند بير الجد، يبقى اكيد مذكر، ومفرد يبقى لو جراند بير. رقم 6، في دي بنت، معناها بنت، وكمان حتى لو انا مش فاكر معناها اخرها حرفين زي بعض بعد كده تبقى مؤنثة، يبقى لا في عشان مبدوء بساكن كمان. رقم 7، انكل عم. حد متسرع يقول لي ده مذكر، اروح اختار له يا حبيبي مبدوء بايه، متحرك، يبقى الابوستغاف. رقم 8، انفون، طفل او طفلة. ناس كتير تقول لي يا ميس ما ده ينفع الاتنين، بس انت نسيت برضو ان مبدوء بمتحرك، يبقى الابوستغاف. تركز في الحتت دي بتوقع. رقم 9، حرف القش هنا مش منطوق، يعني صامت. طالما صامت لما جينا قلنا الجزئية دي قلنا ايه، هتاخد الابوستغاف، عشان كده يعتبر متحرك. طالما صامت يعتبر متحرك. رقم 10، فوتو الكلمة دي كانت موجودة في الجدول المؤنث، يبقى لا فوتو. رقم 11، لاتر يعني لاتر دي كلمة جمع، تاخد اللي عشان جمع، اخرها اس يبقى جمع على طول. رقم 12، بارون دي اخرها اس يا مس يبقى جمع، يبقى لي. برافو، لي بارون الوالدين. رقم 13، كوزان يعني ابن العم. طالما ابن العم يبقى مذكر ومبدوء بساكن، يبقى لو. تمام. رقم 14، سور يعني اخت. طالما اخت يبقى اكيد مؤنث، يبقى لا سور. رقم 15، جراند مير يعني الام، سوري الجدة. طالما جدة يبقى لا جراند مير. إليف، حد يقول لي يا ميس دي كانت موجودة في المذكر والمؤنث نفس الكلمة. إليف طالب أو طالبة. أحط إيه بقى أنا دلوقتي؟ هي مبدوءة بساكن، مبدوءة بمتحرك، سوري. طالما مبدوء متحرك يبقى تاخد الأبوستروف. تمام كده يا جماعة. في أي حاجة صعبة في أدوات المعرفة؟ كل اللي فيها ان انت تحفظ اللو واللا والال ابوستغاف واللي، وتعرف كل واحدة بتستخدم امتى، وطبعا تكون حافظ الكلمات. نيجي بعد كده لحاجة اسمها ضمائر الفعل. وعلشان نشرح ضمائر الفعل لازم نشرحها من الاول ونفهم الجزئية دي من الاول خالص. نرجع بقى للسبورة بتاعتنا. نبدأ بقى. اللافغاز يعني ايه؟ لافغاز الجملة. لافغاز يعني الجملة. حاجة اقولك، هو العربي الجملة بتتكون من ايه؟ تقولي دي سهلة اوي مس، بتتكون من فاعل وفعل ومفعول. برافو. طب في الانجليش بتتكون من ايه الجملة؟ من فاعل وفعل ومفعول برضو. يعني هتكون برضو الفرنش هتبقى ايه؟ برضو بتتكون من 3 حاجات، وهما الفاعل والفعل والمفعول. اسمهم ايه بقى بالفرنش؟ الفاعل اسمه سوجي يعني الفاعل، والفعل اسمه verb، والمفعول اسمه complement.
يبقى بتتكون من ايه؟ من sujet و verb complément. sujet و verb complément يعني فاعل وفعل ومفعول. احنا النهاردة هناخد السوجي ونفهمه واحدة واحدة كويس قوي. السوجي عندنا بيتكون من حاجتين. من ايه بقى يا ميس؟ السوجي ممكن يكون اسم، ممكن يكون ضمير. ممكن يكون ايه؟ يا اما اسم يا اما ضمير. نركز اول حاجة على الاسم، ركز من اول هنا عشان الحاجات دي مهمة جدا. السوجي بيتكون من اسم وضمير. الاسم بيتكون من حاجتين. ده ايه اللفة دي يا ميس؟ معلش استحمل بس والموضوع هيبقى سهل ان شاء الله. الاسم بيتكون من حاجتين. من ايه؟ يا اما اسم عام يا اما اسم علم. انا مش فاهم حاجة يا ميس خالص، معلش اصبر وهتفهم دلوقتي. يا اما عام يا اما علم. ما بين العلم كده هنحط ما بين قوسين كلمة خاص، والعام هنكتب مشترك. تمام. انا عايز افهم قبل ما افهمك علم وعام، انا عايز اسألك سؤال. هو الاسم ده ممكن يكون اسم ايه؟ لو انا مثلا جيت قلت لك جملة علي بيلعب كورة، هو مين الفعل في الجملة؟ تقولي سهلة جدا يا ميس، يعني اكيد علي. يعني ممكن يكون اسم ايه؟ ممكن يبقى اسم شخص. جميل، سواء بنت او ولد. طب ممكن اقولك جملة تانية واقولك القطة بتلعب بالحبل، مين الفاعل؟ تقولي القطة. يبقى عندي ممكن الاسم يكون ايه؟ ممكن يكون اسم حيوان. جميل قوي. طب ما انا ممكن اعمل لك جملة تانية واقول لك القلم وقع على الارض، فين الفاعل؟ هتقولي القلم يا ميس. مين وقعه؟ ماليش دعوه مين وقعه، القلم وقع. تمام، يبقى ممكن يكون اسم جماد. تمام. ممكن اقول لك مصر تكون جميلة، السعودية تكون جميلة، امريكا تكون جميلة. يبقى ممكن يكون ايه؟ تقولي يا ميس الفاعل هي مصر او السعودية او امريكا. يبقى ممكن يبقى اسم بلد او اسم مدينة عادي على فكرة، اسم بلد او اسم مدينة. باريس تكون جميلة. تمام. ممكن يبقى ايه كمان؟ ممكن اقولك الوردة تكون جميلة، يبقى ممكن يبقى ايه؟ او الشجرة تكون جميلة، ممكن يكون اسم نبات. دي الاسماء ممكن تكون حاجة من الخمسة دول. تمام. تمام يا ميس، انا فهمت الحاجات دي كده، بس انا مش فاهم ايه علم وايه عام. دي اللي انا مش فاهمها. تعالى بقى نرجع لهم. هو العلم يعني ايه علم او خاص؟ هسألك سؤال. هو انا ينفع اقول على مصر اروح اقول عليها السعودية، او اروح اقول للسعودية دي اسمها مصر؟ لا طبعا يا ميس، ايه الكلام ده؟ مصر اسمها مصر، حاجة خاصة بيها. ما ينفعش اروح اطلق على بلد تانية اسم مصر، ولا السعودية ينفع اروح اقول عليها مصر، ولا مصر اروح اقول عليها السعودية. صح كده؟ يبقى البلاد اسامي خاصة. ودايما دايما دايما في الاسم العلم اللي هو الاسم الخاص يبدأ بحرف ماجسكول، يعني حرف كابيتال. ايجيبت، زي ايجيبت، زي اي دولة. ما ينفعش ان انا اغير ما بين الاسامي. يبقى اسامي البلاد من الاسامي العلم اللي هي الخاصة. تمام. تمام. طب لو انا دلوقتي بتكلم مع واحدة اسمها ندى، هل ينفع اروح اقول لندى دي، اروح اقول لها يا هنا؟ ازاي يعني؟ هي اسمها ندى بالظبط، يعني ما ينفعش اروح اناديها باسم تاني، ما ده اسمها. واحد اسمه علي، ينفع اروح اقول له يا احمد؟ لا، ما ده اسمك، ده اسمك علي. يبقى الاسامي برضو اسامي خاصة، ودايما بتبدأ برضو بحرف ايه؟ بحرف ماجسكول. كان دايما في الانجليش وانتوا بتكتبوا الباراجراف يقولك اي اسم يجي بقى في اخر الجملة في اول الجملة بتكتبوا حرف كابيتال، ونفس الكلام في البلاد. احنا عندنا برضو نفس الكلام. تمام. ده الاسم العلم اللي هو الخاص. اتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله. طب العام بقى يا ميس اللي هو المشترك. العام او المشترك، هل انا مثلا عندي قطة، هل القطة دي الوحيدة اللي بنقول عليها قطة، ولا كل القطط اسمهم قطة؟ كل القطط اسمها قطة. نفس الكلام الكلاب، هل واحد بس اسمه كلب، ولا كل اللي زيه، كل النوعيات اللي زيه اسمهم كلاب؟ نفس الكلام برضو. يبقى كلمة شا يعني قطة، دي اسم عام واسم مشترك. اي اسم ينفع يطلق على كذا حد
يبقى ينفع مع ايه؟ يبقى اسم عام او اسم مشترك. كلمة إلاف، إلاف يعني طالب. هل انت الوحيد؟ انا بكلمك دلوقتي انت إلاف، انت الوحيد اللي إلاف؟ لا، كل اللي بيتفرجوا علينا اسمهم إلاف. يعني إلاف اهي، إلاف طالب. انا بروفيسور مدرسة. هل انا الوحيدة المدرسة؟ لا طبعا، في ملايين المدرسين في كل البلاد. يبقى الكلمة دي كلمات عامة او كلمات مشتركة. تمام يا جماعة؟ ده كده الاسم. طب الضمير بقى، الضماير دي لازم تكون حافظها زي اسمك. ايه هم الضماير؟ عندنا الضماير بالعربي مثلا اللي هي انا، انت، هو وهي، نحن وانتم، هم وهن، صح؟ دول اللي بالعربي. طب اللي بالانجلش اي وهي وشي وات ووي وزاي ويو، كل الكلام ده، ما دي كلها ضماير. احنا برضو عندنا ضماير ولازم تكون حافظهم كويس جدا جدا جدا. ايه هم بقى؟ جو، الجو يعني انا. ليه بتساوي في الانجليش ايه؟ بتساوي اي، يبقى اسمها ايه؟ جو. اللي ورايا كده جو. عندنا اللي بعدها تو. تو يعني ايه تو؟ يعني انت. بتساوي في الانجليش ايه؟ الناس اللي شاطره في الانجليش يو. يو يبقى جو تو. جو انا، تو انت. اللي بعدها ايه؟ الايل. الايل يعني هو. هو بتساوي في الانجليش هي. اللي بعده ال. ال معناها هي. بتساوي، ها سامعاك اللي بيقول شي، برافو. يبقى جو تو il elle. جو تو il elle. لازم تحفظهم بالترتيب. هتقولي ليه يعني يا ميس بالترتيب؟ هتعرف بعدين. يبقى جو تو il elle. جو تو il elle. طب عندنا ايه كمان؟ عندنا نو. نو يعني نحن. يعني بالايه بالانجلش؟ وي. عندنا ايه كمان؟ عندنا فو. الفو يعني انتم، اللي هي بتساوي في الانجليش يو. عندنا ايه كمان؟ عندنا الإيلافيك اس والإلافيك اس. الإيلافيك اس والإلافيك اس. إيلافيك اس معناها هم، سوري، هم. والإلافيك اس معناها هن، يعني دي بتاعت الولاد ودي بتاعت البنات. الاتنين بالانجلش معناهم زي. دي كده ايه يا جماعة؟ دي الضماير، لازم يتحفظوا كويس قوي. يلا بنقولهم مع بعض تاني. يقول معايا je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. تاني je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. تمام يا جماعة؟ برافو جدا اللي كان بيقول معايا. طب ايه اللي جاي بعد كده بقى؟ في 4 محيرنا جدا، اللي هم ايه؟ الإيل والال والإيلافيك اس والإلافيك اس. دول محيرنا معاهم جامد، ساعات بيتغيروا. والمفروض ان انا ابقى عارف في دماغي ان الاسم اللي هيجيلي دلوقتي وهكتبه بيساوي حاجة من ال4. قاعدة كده احفظها معايا. اول قاعدة هي اي اسم مفرد هساويه في دماغي يا اما بايه؟ يا اما بإيل يا اما بال. احفظها. اي اسم مفرد هساويه في دماغي يا اما بإيل يا اما بال، يا اما بإيل يا اما بال. يعني لو جيت قلت لك كده، منى، اساويها بايه؟ تقول لي يا ميس منى دي اسم مفرد. تمام، اسم مفرد مؤنث ولا مذكر؟ يعني مؤنث. منى اكيد مؤنثه. طب هي هنا دي معناها هو ودي معناها هي، يبقى اكيد منى هتساويها بايه؟ هتساويها بهي، ال. جميل جدا. طب لو جيت قلت لك علي، هسألك دلوقتي هيساوي ايه؟ هنساوي بأنه ضمير من ال4؟
انا قلت لي يا ميس اي اسم مفرد هسويه في دماغي يا اما بالايل يا اما بالال. علي ده مفرد ومذكر يبقى هو إيل. إيل. تمام. طب لو جيت قلت لك لو ستيلو. لو ستيلو يعني ايه لو ستيلو؟ لما ناخد كلمات ان شاء الله هتبقى لو ستيلو معناها قلم. طب يا ميس انا مش عارف معناها اصلا، بس انتي قلت لنا ان اللو دي اداة معرفة بتاعت المذكر. مذكر ومفيش اس يعني ايه؟ يعني مفرد، يبقى هنساوي بالايل. تمام تمام. طب لو جيت قلت لك كلمة لا جم، يعني ايه جم؟ استيكة، هساويها بايه؟ لا يا ميس دي بتاعت المفرد المؤنث، يبقى هساويها بالال. سهلة جدا. جميل قوي. في اي حاجة صعبة هنا؟ ان شاء الله ما يكونش فيه. طب القاعدة التانية اللي برضو هتحفظها، اي اسم جمع هسويه في دماغي يا اما بالإل افيك اس يا اما بالال افيك اس. تمام يا جماعة، يا اما بالإل افيك اس يا اما بالال افيك اس. حلو. طب عايزين اسئلة يا ميس عشان نفهم. لو جيت قلت لك كده علي ايه احمد، هي ايه اللي انت كاتباها دي يا ميس؟ انا مش فاهمها. الايه دي معناها حرف الواو. علي واحمد هنساويهم بايه؟ والله يا ميس علي ده واحمد يبقى اسمين يبقوا جمع. جمع ايه؟ جمع مذكر طبعا، يبقى هتساويها بالايلا فيك اس. بالايلا فيك اس. طب لو جيت قلت كده منى ايه ندى، هساويها بايه؟ والله يا ميس دول كده جمع. تمام. ومؤنث يبقى هساويهم بالالافيك اس طبعا اللي معناهم هن. ما دي كان معناها هو هما، سوري هما، والالافيك اس معناها هن، يبقى الافيك اس. طب لو جيت قلت لك ليه ستيلو. ستيلو يا ميس احنا لسه قايلينها فوق صح؟ ستيلو يعني قلم، بس هنا اقلام ده ليه جمع، وانا لسه قايله فوق ان ستيلو كانت مذكره، يبقى جمع مذكر يبقى الافيك اس. تمام كده. طب لو جيت قلت لك ليه جم، نساويها بايه؟ ليه جم يعني استيكه، بس دي كده جمع، يبقى دي كانت مؤنثه فوق يبقى الافيك اس. حاجه بقى كتير قوي بتلخبط فيها بس لازم تكون حافظها وعارفها. لو جيت قلت لك علي ايه منى، نساويها بايه بقى؟ علي ومنى ايه يا ميس ده؟ هما جمع، بس جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ خليها قاعده كده وما تنساش ابدا. مفرد مذكر مع مفرد مؤنث يدونا جمع مذكر، مفرد مذكر مع مفرد مؤنث يدونا جمع مذكر. اكتبها عندك في اي كشكول. مفرد مذكر مع مفرد مؤنث يدونا جمع مذكر، يبقى نساويها بايه؟ نساويها بالايل افيك اس. بالايل افيك اس. نرجع بقى البي دي اف بتاعنا ونحاول نحل. احنا كده انا قلت لكم كل الحاجات اللي مكتوبه هنا، كل الكلام اللي موجود احنا شرحناه على السبوره، واتمنى تكون فهمت ان شاء الله. عايزين بقى نحل تحت. تعالوا بقى نرجع هنا ونشوف. تعالي بصوا هو هنا بيشاور على ايه. انا عايز اعرف هي الضماير، احنا عرفنا الجو يعني انا، تو يعني انت، والايل والال هو وهي. عايزين بقى نشوف انه واحده بتاعت كل صوره. الولد بيشاور على اولاد وبعيد عنه، يعني ضمائر غائب. هم الضمائر الغائب اللي هم ايه؟ هو وهي صح؟ هو وهي هم وهن، دول ضمائر غائب، ناس مش موجوده عندي، ناس بعيد عني انا بتكلم عنهم مثلا. تمام. طب انا دلوقتي الاولاد دول اولاد كذا ولد يعني جمع، ينفع الايل هو؟ لا طبعا، المفروض اقول عليهم هم، يبقى هي دي الى فيكاس. الاتنين دول بيشاوروا على نفسهم، يعني بيقولوا ايه؟ نحن. هما اتنين يبقى بيقولوا نحن، يبقى ايه يعني ايه نحن؟ انه. ولد وبيشاور على نفسه يعني بيقول ايه؟ بيقول انا، يبقى جو. ولد بيشاور واقف قدامه وبيشاور عليه يعني بيقول له ايه؟ بيقول له انت. انت يبقى تو.
ولد بيشاور على البنت البعيدة دي، ضمير غائب، وبنت ومفرد يبقى ال هي. الناحية التانية رقم 6 بيشاور على ولد بعيد ومفرد ومذكر يبقى إيل هو. طب اللي بعدها رقم 7 2 واقفين قدامي وبتكلم معاهم يبقى اقول لهم انتم. يعني ايه انتم؟ فو. اخر واحدة بنتين بعاد والولد بيتكلم عليهم بينم عليهم يبقى ضمائر غائب، وبنتين جمع يبقى آل افيك اس هن. هن. نشوف اللي بعده الاكتيفيتي 2 نحل مع بعض. choisis le pronom convenable. دور على الضمير المناسب. احنا لسه حالين مع بعض تعالوا بينا يلا نحل. جمال ده اسم ولد يا مس ومفرد يبقى إيل. اي اسم مفرد هسويه يا اما بالايل يا اما بالال. اي اسم مفرد يا اما هسويه بالايل يا اما بالال. برافو يبقى الايل. طب اللي بعده ماجدة ده اسم بنت ومفرد يبقى ال. اي اسم مفرد اسويه يا اما بالايل يا اما بالال وده مفرد مؤنث. طب اللي بعدها جان إشادي. جان إشادي دول اسمين ولاد يبقوا جمع مذكر يبقى إيلا فيك اس. يوسف وسلمى ده ايه ده يا مس؟ ده اسم ولد واسم بنت مفرد مذكر زائد ايه في مفرد مؤنث يدونا جمع مذكر يبقى إيلا فيك اس. دينا ومها اسمين بنات يبقى جمع مؤنث يبقى إيلا فيك اس. لانكل انكل يعني عم يبقى مفرد مذكر يبقى يدونا إيل. لي فغير يعني الأولاد دول جمع مذكر يبقى إيلا فيك اس. لا جراند مير الجدة ده مفرد ومؤنث يبقى ال. لي بارون الوالدين يبقوا. طب دول بقى اعملهم بايه يا جماعه؟ اللي شاطر يقول. ده والدين يعني راجل وست مفرد مذكر زائد مفرد مؤنث يدونا جمع مذكر. برافو يبقى إيل افيك اس. لا سور يبقى ال لان دي كلمه مفرد ومؤنث. سور يعني اخت يبقى ال. تمام يا جماعه. الاكتيفيتي التالت هتاخدوه بقى واجب. الاكتيفيتي التالت تحلوه واجب. تشوفوا بقى لما هتسوي يا اما بالايل يا اما بالال وهكذا. ويكون كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال زي ما قلت لك اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك باذن الله. وما تنساش تعمل لنا لايك عشان ينتشر لاكبر عدد ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.